شوفنا في الجزء اللي فات من حكاية ماكوتو ازاي ماكوتو انتقل لعالم تاني بسبب عقد كده عمله والديه مع إحدى ملوك العالم التاني. شفنا كمان رفضها إنها تديله أي قوة بسبب شكله الوحش. سيطرت معاه وشفنا مغامراته ومحاربته للشين واللي بقت صديقته من خلال العقد اللي عملته معاه. وكمان ما ننساش عنكبوت الكارثة. وأخيرا شفنا المهمة اللي عملها بتاعت شركة رامبر التجارية. وقفنا عند الاتنين اللي كانوا بيراقبوه. وبس كده يا صديقي، لما كنت شفت الجزء الأول فروح وشوفه الأول. وبس كده صليت عند طب يلا بينا نكمل باقي الحكاية. الصديق برئيس شركة رامبر التجارية يكون حابس الشخص دوت، والشخص دوت بيقول له ألم أصعب من الموت. يفضل يضحك وبيقول له لعنتي ممتازة. فبيأمر رئيس الشركة الخادم بتاعه إنه يقتله. بيقعد ثانية للثانية كان بيخلص. تاني يوم بقى في قصر رئيس الشركة بيكون الكيميائي دوت قاعد هناك ومش مصدق إنه هيعمل حاجة لشركة رامبر. وما كنت بيقول له اسكت يا ابن الصنم وما تفضحناش. وبعدها بيدخل عليهم رئيس الشركة والخادم بتاعه وبيعتذر عن التأخير. أيوة يا عم أنت كنت فاضي، أنت كنت بتقتل في خلق الله من شوية، السماع علينا يعني. المهم إنه بيعرفوا ان التحضيرات كلها جاهزه، فمش يلا بينا ولا ايه؟ فبيقول له هذا يلا بينا يا باشا، اللي انت عايزه كلنا تحت امرك. بيروح وبيوري لهم الخادم الادوات اللي طلبوها وطريقه تحضير الدواء دوت هي من خلال جمع مواد عضويه مع مواد غير عضويه. بتفكرني بالكيمياء والله، لكن ما علينا. فرمان هذا بيرسم دايره سحريه عشان يتواصل مع ملكه العالم ديت عشان يزود قوته الكيميائيه. بس وقته يا صديقي بيكون مش طايق يسمع اسمها اصلا بسبب اللي عملته فيه في الجزء الاول. لما كنت شفته فاكد عليك تاني لازم تروح تشوفه الاول. لاحظ ممكن ان الكيميائي هياخد وقت طويل جدا في تحضير التعويذة، فبيستخدم سحر وبيساعده. والكيميائي مش مصدق انه خلص بالسرعة دي. تقلش بنفسك يا عم، انت جامد وجاحد اتنين في واحد، مش كده ولا يا صديقي؟ وفعلا خلص اول جرعة راجعة بنجاح. بياخدها الخادم على طول بيوديها للمدير، وبعد فترة لسه بطويل 7 ساعات بس يعني بينجح في تحضير الجرعتين التانيين. وبيكون فرحان وعمال يرقص والدنيا فل معاه. وبيدخل عليه مرة واحدة الخادم فبيطير الجرعتين في الهواء. بس وقته بيلحق الموقف وبيجري وبيلحق واحد وبيستخدم مهارة الكاي وبيحدد مكان التانية وبيستخدم سحر الماء عشان يستفيد من ارتداده ويلحقها. فعلا بيلحقها بالعافية ودماغه بتتخبط في الدفاية. وبيقوم وبيقول للكيميائي بالمناسبة اللي اسمه هزل يعني فكرنا اما نروح ابقى. وبيسأل الخادم عن السبب اللي خلاه يجي ويعمل كل المصايب ديت. فبيقول له ان الرئيس في مشكلة تعالى. فبيروح يا صديقي وفعلا بيتصدم لما بيشوفه كده. بيسأل عن مين اللي عمل كده معاه. وبيقول له انه لما حاول يدي الدواء لمراته قاومته بشدة وبالعافية قدرنا بمساعدة الحراس نحبسها من تاني. وبيعرفوا منها اول مرة تمر بالنوبة دي. فبيقول له هذا ممكن تكون ديت جزء من اللعنة بيمنع اخذ الدواء. فبيتصدم الراجل كده وبيحكي لهم عن ازاي المرض ده بدأ معاها. في البداية كانت اعراض حمى شديدة، ثم بدأت بالخوف من المياه وبعدها من الضوء، وحصل لها تشوش في الذاكرة وشعرها وقع وعينيها برزت للخارج باللون القرمز وتحولت لمسخ. ما عادش فيها اي اثر لجمالها بعد ما كانت ملكة جمال برنسيسة في نفسها. وبعدها بيعيط بشدة على مراته. ماكوتو لما بيشوفه بالحالة ديت بيطلب منه انه يوري له مراته. اسلك يا اخويا منك ليها عشان يعالجها مش اكتر فوقها. هو بس هيمسكها له وهو هيديلها الدواء بنفسه. وبيطلب من هزل انه يصنع جرعة تانية غير اللي اتكسرت. والراجل بيقول له انا مقدر انك عايز تساعدني بس للاسف انت مش هتقدر تعمل اي حاجة. موريس والحراس ما قدروش يكتفوها، فازاي شخص من المستوى الاول هيقدر يعملها؟ اتمنى ما تفهمنيش غلط. بيبص له ماكوتو بالنظرة ديت والراجل بيخاف منه. وبيجي هزل وبيعرفهم ان ماكوتو هو اللي هزم الاعين اليقظتية بنفسه فما يقلقوش. وبيتصدم الراجل للمرة التانية. بالراحة عليه يا جدعان هيموت والله. لو كمان الخادم يا صديقي بيقول له انه شاف بنفسه مهارات ماكوتو من شوية وهو جامد فشخ طحن فما تقلقش يعني كده. فبعدها بيسمع الكلام من ماركو وبيوافق وبيروح ماكوتو وبياخد شوية من السائل الموجود على الارض. ولسه بيقول لماركو تتراجع انت لغاية ما قيدها لك على الارض. بيطلع المنديل بتاعه هوبا بتشم الريحة وبتكسر الخشب وبتطلع. وانا عايزك تتخيل ان دي كانت ملكة جمال يا صديقي. بس المهم يا صديقي بتمشي باتجاه ماكوتو وبتهجم عليه مرة واحدة وهو بيتفاداها ولكن بالعافية. وبعدها بيفتكر اخته لما كانت بتركب الجواد وحركاتها المميزة. صح انه ما قدرش يساعدها يقلدها بس دلوقتي بعد ما اكتسب قوة هيقدر يقلدها بكل سهولة. وهجمت عليه مرة تانية ولكن هوبا الواد بحركات مدروسة رائعة بيقدر يثبتها في مكانها وما بتكونش قادرة تتحرك. وبيجي جوزها عشان يديلها الدواء ولكن بتعضه، ولكن هو مش بتفرق معاه. بيفتح الدواء وبيحطه لها في بقها. وبالفعل يا صديقي بترجع بشرية من تاني وبتطلع مزة فعلا بس من غير شعر يا صديقي، مش تنمر. وبيحضنها وهو متأثر. فبيقول له ما كنت مش وقته يا عم الكلام دوت، انا واقف جنبك دور مراتك الاتنين دلوقتي. وبيدخل على الأوضة اللي فيها البنات وبيفعل الكاي. والبت شكلها متأثرة بالكرتون من صغرها وبيلاقيها متشعلقة زي سبايدر مان وبتهجم عليه ولكن ماكوتو بنفس الكيفية بيقدر انه يثبت. وابوها بيديلها الدواء وبترجع لطبيعتها. وهل انت متخيل ان الموضوع يخلص على كده؟ لا يا برين، ده هزل وهو جايب اخر جرعة وبيجري بيها زي اللهبل بيتكعبل والجرعة بتطير منه التاني. يا ريتها كبركت عليك يا ابني وريحته. اتصدم ماكوتو لانه بعيد المرة دي ومش هيعرف يلحقها مهما عمل. انت متخيل انها تقع بقى يا صديقي؟ لا يا برنس، ده اتخدم بالحق
الراجل والشعب بتاعه. جمال مفيش كلام يا ابني والله. وما كانش فاضل لهم غير بنت واحده. بيدخل ماكوتو الاوضه واللي بيصدموا انها بتقول له اهرب بسرعه، بس سرعان اللعنه بتسيطر عليها كليا وبتهجم على ماكوتو بسرعه. وماكوتو كالعاده بيثبتها على الارض، والاب بيبدا ان هو يديلها الدواء. خلص اليوم على كده، والتاني يوم بيشكرهم وبيقول له انت مين يا عم؟ مهاره التقييد بتاعتك دي عاليه جدا في المستوى. فبيقول له ماكوتو انه مجرد تاجر، انت نسيت يا عم. والراجل بيكون فرحان جدا وبيشكر الملكه بتاعت العالم. وطبعا يا صديقي ماكوتو لسه مش طايقها من اللي عملته فيه. وبعدها بيخرج من القصر وبيتقابل مع توموي وميو اللي جم عشان يطمنوا عليه. وبعدها بيتكلموا شويه، وهوب دايره سحريه بتتفعل عليهم، وبيكون السحره ديت هي اللي عملتها. وبعدها بتهجم عليهم بهجوم ناري قوي جدا، بس ماكوتو قدر يتفاداها. ولكن توموي لسه جوه التعويذه هي وميو، ما قدروش يتفادوها للاسف. وهل انت متخيل بقى ما يجرى لهم حاجه؟ لا يا برنس، ده في ثانيه الا الثانيه بيلغوا جوهر التعويذه من الاساس، وهم بيتصدموا انهم قدروا يبطلوا التعويذه. يقول لهم ماكوتو انتوا ليه ما اتفاديتوش التعويذه وخلاص؟ فبيقولوا له كان لازم نعرف قوه العدو القاتل دوت. بيقول لهم قاتل ايه يا جدعان؟ ما كنتوا مش عارف اي حاجه. وتوموي بتقول له مالك يا عم انت نايم على ودانك كده ليه؟ دول كانوا بيراقبوك من زمان، اوبا ده اصلا. وبعدها المغامر دوت بيدي اشاره لعدد كبير من المحاربين، وبيطلب من توموي وميو انهم ينضموا ليه عشان يحموا نفسهم وما يتاثروش من اللي هيحصل للمقنع كمان شويه. تضحك توموي كده وبتقول لميو مش بتاع زينوتسي قال لنا كده قبل كده برضه؟ ولو ما انتش فاهم يا صديقي هيبقى انت ما شفتش الجزء اللي فات، فانزل اعمل لايك الاول وروح ما تلاقي في الكومنت المثبت او في الوصف، ما علينا يعني. ولكن لما بيعرض عليهم 10 قطع ذهبيه ميو بتوافق وبتقول له تمام، اوعدك اني مش هتدخل في المعركه خالص. بتروح معاهم وبيقول لها عملت الاختيار الصح. وباقي المغامرين بيكونوا محاوطين ماكوتو وتوموي. توصل ميو مع ماكوتو وبيشكرها على تنفيذها لخطته. ده ماكوتو مش عاوزهم هما الاتنين يتدخلوا عشان ما يدمروش المدينه زي ما عملوا قبل كده في زينوت. وبيكلمهم المغامر وبيقول لهم ما كانتش حاجه هتحصل لكم لو ما اتدخلتوش مع رامبا، يعقل ان له علاقه بامر اللعنه. بعدها بيطلب ماكوتو من ميو انها تحاربهم بس مش تموتهم، فبتقول له تمام. وبعدها بيهجم المغامرين عليهم، ولكن ماكوتو وتوموي بيتفادوا كل ضرباتهم. وبعدها بتسال الساحره ديت المغامر عن انه ازاي ماكوتو قدر يتحرك كده مع انه من المستوى الاول. بعدها بيحاولوا توموي وبيهجموا عليها، ولكن هوبا بوكس يمين بوكس شمال بتكسر عضو والبنت فشخاهم حرفيا. وقتك يدعك ومرش وكل اللي قلبك يحب. بعد ما خلصت على الكل ما بقاش فاضل غير المغامر والساحره. ساعتها بيطلب من ميو انها تساعدهم، فبتقول له ميو اساعدكم ايه؟ قلت اني مش هتدخل، ما قلتش اني هحارب معاكم لا. فبيقول لها يا بنت الصرمه امال نديك فلوس على ايه؟ تقول له والله يا عم ما عنديش مانع ان اخد منك الفلوس سواء كنت حي او ميت. ساعتها بيخاف منها. بتحاول الساحره انها تهرب عبر البوابه اللي كانت مجهزاها، ولكن ماكوتو بسرعه شديده بيهجم عليها بيديلها قد في وشها كده بتدحرجها لبعيد. وكده مفضلش غيرك يابا. فبيطلع سلاحه وبيقول لهم ان هو المغامر الاول في المدينه هنا، المغامر رقم 1 في السيجي. بس على نفسك يلا. السيف بيعجب توموي جدا لدرجه انها مش مركزه في القتال قد ما هي مركزه في السيف. ولكن في الاخر بتديله ضربه في وشه وهوب شانكل بيقع على الارض. وتوموي بتبص على ذكريات وبتعرف انه بيصرف على اطفال الميتة من اليتامى. وبيقول له ماكوتو انه لو عايز يعيش يقول لهم على اللعب. فبيبدأ يحكي لهم وقبل كام شهر من دلوقتي كان قاعد في الحانة مع معلم، كانوا بيتكلموا عن عدد المغامرين اللي رفعوا اعمال لشركة رامبرا وماتوا اثناء ادائهم للمهمات. ودي كانت حاجة غريبة لان كل المغامرين ماتوا، واللي عصبني ان من ضمن اللي ماتوا كان صحابي من الميتة. وساعتها اقترح عليا المعلم عشان نمنع موت المزيد من الناس حل، واللي هو صديقي لعنهم، وانا وافقت على كلامه لان قال انهم مش هيبقوا. وبعد ما لعنوهم بيومين بس قبضوا على معلمي. وساعتها ما عادش في وقت للتراجع في الخطه. وتوموي كانت شافت ذكرياته وعرفت انه بيقول الحقيقه، فبيسيبوه يمشي عشان يعتني باصحابه من الميتة بالاطفال. وميو بتقول هات فلوسي مش بتستناه يديها لها، هو دي بتاخد كل اللي معاه. فبيقول لها طب فين الباقي؟ فبتقول له مش عاجبك؟ تحب تجرب ضربه مني؟ اصل انت جربت توموي فانا ازعل يعني. فبيقول لها لا على ايه، وبياخد بعضه وبيمشي. وتاني يوم بياخد بعضه بيروح يعتذر لرامبرا، فبيقبل اعتذاره عشان خاطر ماكوتو بس يمنعه من رتبته في النقابه. وبعد كام يوم كده بيكون قاعد في الغابه، بتجيله توموي وبتديله سيف بدل السيف اللي اتكسر في المعركه. فبياخده وبيفتحه وبيطلع سيف فاخر من الاخر يعني. وبتعرفوا ان السيف دوت من صنع القدم واسمه السيف الكاتانا. وبعدها توموي بتطلب منه يشتغل معاها، فبيسالها عن نوع الشغل دوت. فبتقول له هتجمع لي معلومات جاسوس يعني. فبيقول لها قصدك كلب كيور دوج هاو هاو. فبتقول له بالظبط الله ينور عليك، وبتديله شويه فلوس يمشي حاله اليومين دول. وهو طبعا بيوافق طالما هي هتحمي له اطفال الميتة. وفي نفس الوقت دوت في بيت رامبرا بيسأله الخادم عن ايه اللي هيعملوه لو ماكوتو أسس شركته فيها. فبيقول له اكيد هنتصرف ونمنعه. وتوموي بتكون بتراقبهم وبتعرف انه مش طيب زي ما هم كانوا فاكرين في الاساس. وشكل الطبيب الدجال اللي لعن زوجته وبناته اكيد كان ضحيه من ضحايا رامبرا.
وبعدها بيرجعوا لشبه المجال وبياكلوا كلهم سوا وبيكونوا فرحانين، وعشان سكان شبه المجال محبطين اليومين دول من مستوى قوتهم اللي عمره ما هيوصل ل100 أو توموي أو حتى ماكوتو، فعشان كده بيجمع ماكوتو كل السكان في ساحة للمعارك عشان يعرفوا مستوى قوة كل واحد فيهم من خلال معركة ثنائية، ولازم على كل واحد يستعرض مهاراته قدام الحاج ده يفككوا من شغل النرجسية وشغل الفكسانة ده. وبتقول له شين النزال الأول بين جايروس من الأوركو هيمثل ليدي سحالي الضباب، ويلا ابدأوا عشان الناس اللي بتتفرج على الملخص عند مازوية يتبسطوا. تشكر الشين والله. وبعدها بياخد كل واحد فيهم وضعيته للقتال، والضربة الأولى من نصيب ليدي يجمع الهوا في بقه، وبعدها بيضربوا عليه والإعصار بيكون قوي جدا، وبعدها بيطير عليه ولسه هيضربه بيفعل جايروس الدرع بتاعه بيصد ضربته، وبعدها بسرعة جايروس بيضربه بهجمة قوية جدا بتدشمل الأرض حرفيا، والجماعة مصدومين من اللي حصل، ولكن نكمل معركتهم. وليدي بيهجم عليه بإعصار شديد القوة بيشق جسمه حرفيا وبيجيب دم من كل حتة. وليدي مش بيستنى عليه لأ، وبيطير عشان يهاجمه، ولكن هوباك جايروس بيمسكه من ديله وبيمطوحه شوية، وبعدها واحد باك على الأرض مبقاش قادر يتحرك من قوة الضربة، وبعدها بتعلن شينا عن فوز جايروس من الأرض. وبعدها توموي بتقول لهم أنا متأكدة إنكم قتلتوا كل ما أوتيتم من قوة، بس مع كده انتوا الاتنين لسه في مستوى حقير من القوة، ليه ما انتوش أقوى من كده؟ انتوا المفروض تبقوا أقوى من كده. والكلام للكل مش ليهم بس يا صديقي، واعملوا حسابكم من هنا وجاي كل 7 أيام هنعمل نزال فردي لكل الأفراد، عشان احنا عايزين محاربين رجالة نعتمد عليهم مش عيال سيكي ميكي فرافير، وعلى أساس انتصاراتكم هنقيمكم ونرتبكم. وماكرو بيقول لهم كلام توموي صح، لازم تعملوا اللي هي بتقولكوا عليه ولازم تبقوا أقوياء، وده هيتحقق من خلال إنكم تكثفوا عدد الدورات التدريبية كل يوم، وأنا متأكد إنكم هتحققوا إنجازات كبيرة. أهو كلمتين كده يا صديقي يهدي بيهم كل من ماكو تومي وتوموي عشان يسجلوا مرة تانية في النقابة، ومستوى البنتين بيصدم الموظفة اللي هناك، ومستوياتهم كالآتي: البت 100,500 والتوموي 1350، وبتتضايق جدا لأنها أقل من 100. طبعا ما ننساش مانكو والله يكسفه لسه في المستوى الأول. وبعدها بتقول له مش أنت مسجل في نقابة التجار؟ فبيقول لها أيوه. فبتقول له إن المغامر الأول اعتزل والباقي في المستشفيات بيتعالجوا، فبيحس ماكوتو بالذنب لأنهم كانوا سبب في كده عشان توموي وميو اتغابوا عليهم. فبتقول له إنها عايزة مغامرين أقوياء عشان يبقى خليفة المغامر الأول اللي اعتزل. فبيفكر شوية كده وبيقول لها إنه يعرف حزب من المغامرين مستواهم يعدي 100. فبتقول له 100 الكلام دوت، وبيمشوا يقعدوا في الغابة شوية، وبتسأله توموي عن اللي هو لو عايز أتدرب حزم توا ورينون، فبيقول لها بالظبط هو ده اللي أنا كنت بفكر فيه. فبتوافق، وبعدها بيمشي ماكوتو وهي بتقول لنفسها توا عليا انا يا ابن الصيع ده. انا افتكر اننا لما كنا في زينوتسيا كانت ملامح وشه غريبة جدا اول ما شاف الصورة، وشكلها كده شبه حد من العالم اللي فات، وعشان شكلها غالي عليه جدا انا هدرب توا بشكل مكثف واحسن مهاراتها عشان ينبسط. وبالفعل بدأت في تدريبهم بقسوة شديدة، تمارين مختلفة في كل مرة بيكون تدريبهم عملي هو قتال مجموعة من الذيول الظليلة، وبالفعل بيهجموا عليه مطارق وسهام وفي الاخر بيتهزموا. فبتعمل توموي حاجز وبتعتب عليهم كلهم وبتقول لهم هاجمتوا بتشوي غباء ليه؟ امال انا علمتكوا ايه؟ معقول انا بعرفش؟ ده مستحيل ياض انت وهي. امال في ايه؟ بتتمرقعوا ليه؟ ده لو هاجمتوها انتوا التلاتة والكبير تولى امر العلاج والدعم من الخلف لكنتم منتصرين الان، ولو حسيتوا ان العدو اقوى منكم لازم يكون عندكم خطة بديلة للهجوم، مش تهاجموا بعشوائية وطيش زي ما بتعملوا كل مرة. وانا المرة دي هعلمكم استراتيجية. فبتطلب من هزل يعمل فخ من الطين باستخدام سحر الارض والماء. فكك من سحر العلاج دلوقتي، وانت يا رامية السهام روح المكان تشوفي فيه العدو بوضوح اكتر. فبالفعل هزل بيعمل بركة من الطين وتوع بتحط فيها السم للشغل، وبعدها توموي بتشيل الحاجز وبيقعوا في الفخ فعلا، وحركتهم اصبحت ابطأ، والرامية بتستغل الموقف دوت وبتصوب عليهم وبتنجح في اصابتهم وهزيمتهم. ولكن بيكون في البعض منهم لسه مماتوش بيهجموا على هزل. فبتروح القدمة ديت وهي مسرعة وبتديلها واحد بتخلص عليه بتشق وسط نصين حرفيا، وتوع بقى يا صديقي تستخدم مهارات اللص بتاعتها بتخفي نفسها وبتهجم عليه من ورا بتفرتكهم حرفيا. وبتعرف توموي هزل انه مش شرط قوة التعويذة بكبر حجمها دايما، بالعكس ممكن تكون تعويذة صغيرة تفي بالغلط وبتفعل تعويذة مائية على احد الوحوش بتخنقه. فبيعجب هزل جدا بيها بفكر ومكر ودهاء توموي وذكائها فعلا، وبيفضلوا على الكلام دوت يومين يا صديقي، وبيكون الكل تعبانين ما عدا هزل كل تفكيره في ان دي زعيم الطيور الظليلة دوت تمنه غالي جوي، وكمان مخالبها السما تعتبر
كنز حرفيا. وبعدها يا صديقي الواد بيكون اتهبل جدا في وسط فرحه دوت مخلب من المخالب وبيتسمم، ولكن طموح سرعان ما هي بتعالجه بسرعة وبتقول لك كل التدريب اللي بعد هو انكم هتحاربوا عرين كامل من الذيول الظليلة لوحدكم. فبيقول لها ان مستوياتهم مش كبيرة كفاية عشان يهزموا السرب كامل، فبتقول لهم ان المستوى مجرد رقم، يعني مثلا عندكم ماكوتو لسه في المستوى الاول بس ومهاراته عالية جدا. وصحيح يعني العرين ده فيه 100 واحد ومعاك كل بكرة تكونوا مخلصين عليهم. فبيقولوا لها يعني كده ما قدامناش الا ليلة واحدة نحط فيها خطة، ده وقت قليل قوي. فبتقول لهم هو ده اللي عندي وعلى خيركم اركبوا، وبعد لما تخلصوا هكون مستنياكوا في النقابة. وبتسيبهم في صدمتهم وبتروح للنقابة، ومسؤولة النقابة هناك بتكون مصدومة من اللي توموي عملته، عشان حزب كامل من مستوى 100 ما يقدروش يلزموا غير واحد بالعافية. صحيح كمان المنطقة اللي هناك دي بيسموها طريق أمنية الموت، وأحزاب كبيرة أوي اختفت هناك في غابة تنيارك اللي جنب المنطقة، وشكل حزب التوه هو كمان هيختفي زي الباقي. وهل انت بقى متخيل انهم هيموتوا؟ لا يا برنس، ده ساعتها بيتفتح الباب وبيكون حزب التوه وهم منهكين بالكامل، كل عضو فيهم بيشتكي من آلام في أماكن مختلفة، وبتكون المانة بتاعتهم خلاص. ومسؤولة النقابة بتتأكد من الذيول اللي هم جابوها وبيطلعوا نادرين جدا، وتوموي بتقول لهم عاش بالجلاش، تلاميذي بجد مش ورق. الله الله. وبكده يا صديقي بيكونوا عملوا لنفسهم اسم ومكانة بين مغامرين التيجي. وبنروح لماكوتو بقى وبيكون قاعد يتكلم مع مين، وبيطلب منها تدور على زهور امبروسيا. فبتقول له قصدك الزهور اللي المفروض كان يتصنع منها دواء اللعنة؟ فبيقول لها أيوة، وعشان هي نادرة جدا استخدمنا أعين ياقوتية، ولو احنا قدرنا نوفرها بشركة هتبقى ورقة رابحة لينا. ومن خلال تحديد أماكن الأعين الياقوتية اللي بتتغذى على الزهور ديت مكانها هنا في غابة تنيا. فبتقول له امال انت هتعمل ايه يا ابن الصرمة؟ انا هجيب لك الزهور وانت قاعد مبصرخ كده. فبيقول لا انا هروح عشان اجر محل نبيع فيه البضاعة. وبالفعل تاني يوم بيروح لرامبل وبيقول له لو ينفع يستأجر محل في شركته. فبيقول له اللي انت عايزه، وبيطلب من موريس يفضله مكان كويس، ولكن بعدها بيغير رأيه وبيقول له ايه رأيك تشتري محل مش تأجره بس، هيكون في مدينة وحيدة وعندي معارف هناك هيظبطوا الكلام معاه. فبيفرح ماكوتو وبيقول له تمام. في الغابة بقى بتكون 100 واحدة من سلالتها وصلوا لغابة تنيار، ومش بس هم ده، كمان في مجموعة من المغامرين هناك برضه، ومش هم لوحدهم، لا ده بيكون في بنتين كده بيراقبوهم، وشكل كده في حاجة وراه. بس المهم يا صديقي انهم في ثانية لثانية بيخلصوا على الحزب دوت. بتقول واحدة فيهم ان اللصحقراء دول عينهم، فبتسألها التانية يعني ايه اللصحقراء ديت؟ فبتقول لها هي عبارة مكونة من كلمة لسه مع فقراء. بس سيبك انت، تعالى فاهمك. بس سيبك من الكلام ده، تعالى فاهمك. عارف العيال اللي هي بتاعت جميع مصابك ديت لما بيشوفوا سؤال في الامتحان وبيلاقوا الاختيار الأول ألف والتاني ب والتالت ألف وب؟ ايوه هما دولت يا صديقي. وبنروح لماكوتو بيكون اتعلم يتحكم في المهنة بتاعته بشكل احسن من الاول، وبعدها بتيجي شين وبتاخده معاها وبيكونوا محضرين له مفاجأة. فبيقول لهم معقولة كل ده عشاني؟ لا يا ظريف، ده احتفال بالمحل اللي هتفتحه قريب. فبيقول لهم ماكوتو عشان كده شكرا ليك. وبيكون متوتر، فبتديله شيل عصير وبيخبط على دماغها وبتبص على توموي كده، وبتكون هي كمان لما ماكوتو حاسس على دماغ شين حست بيها لان شين نسخة مصغرة منها. وبتكون البت فرحانة على الاخر، وبتيجي مية هي كمان وبتأكله. اشمعنى هي يعني مجتش عليها صديق؟ بس هو ايه اللي جابها هنا؟ هي مش كانت في غابة تنيارك من شوية؟ ايوه يا رفيقي، بنعرف انها كانت بتجمع شوية معلومات بس مش اكتر. وبعدها توي بتسحبها من قفاها وبتقول لها يلا نسيب اليوم دوت للناس يسألوا سيدنا على الأسئلة اللي بتدور في دماغهم. واول واحد بيسأله هي الألك ديت اللي كانت مع ميو في الغابة من شوية، وبتعرفوا انها اتقنت اتخاذ الهيئات البشرية لفترات طويلة، وبتديله دفتر مكتوب فيه كل المعلومات اللي جمعها عن ظهور امبروسي. بيقول لها تمام، وبالمناسبة ايه اخبار باقي الألك؟ فبتقول له مبسوطين على الاخر. ده هارونا بيستمتع بالتدريب بالأسلحة، وميناتو مبسوط في تعلم صنع الأسلحة والكيمياء. لا ثانية، هو في حد بيحب الكيمياء؟ ما علينا، المهم انه مبسوط، احنا عايزين غير راحته يعني، انا عارف. واما عن كيرس بقى شغال في اعمال البناء، وانا بقى شغالة دردولة، قصدي بروح مع ميو مهمات كده على الضيق، وبنروح نجرب مطاعم واكل وناس وبتاع. وبس انا عارفة اني صدعتك. فبتاخد بعدها وبتمشي، وبيدخل واحد تاني يصدعه ويصدعنا معاه، وبيقول له ان اسمه ليد. وايوه انا اللي كنت في الجزء الاول لو افتكرتوني، وحابب اقول لك ان قوتي زادت جدا من خلال الدورات التدريبيه اللي احنا عملناها. وازيدك من الشعر بيت يا عم، انا هزمت الجايروس امبارح. فبيقول له ما كنت يا عيني اتطورت لوحدك؟
توموي ما عملتلكش حاجة كده ولا كده؟ فبيقول له فعلا توموي كانت بتدربني في السير، بس اوعى حد يعرف هنا، عيب عليك. وبعدها بيتكلم مع القزم دوت وبيعرفوا انه شغال في صنع الاسلحة، بس كان بيتمنى انه يعرف نوع الاسلحة اللي البشر بيستخدموها. فبيقول له ماكوتو ايه رأيك تصنع الاسلحة في المتجر بتاعي؟ ده معروف عند البشر ان اسلحة سيد الاقزام جامدة جدا وهنكسب من وراك قد كده. ثانية وانا قلت هنكسب، قصدي هكسب من وراك قد كده. فبيقول له القزم تمام، وبيكون مزقطط من الفرح. يا عيني عليك، مغفل مفيش كلام. وبعدها بيجي دوت وتعالى نكروته على السريع. بيقول لماكوتو ان هو عارجه قبل كده في الجزء اللي فات لو افتكرته يعني، وانا اللي عليا الدور في ارشاد المغامرين للمدينة الوهمية النهارده. ولعلمك يا صديقي عشان عارف ان انت نسيت، المدينة الوهمية دي هي المدينة اللي ماكوتو عملها عشان يوزع منتجات شبه المجال على البشر وبس، وبعد كده بيكون سكان شبه المجال كلهم عايزين يتكلموا مع بس ممكن احنا من الحوار البائس ده ونروح لتوموي وميو. ولما بيكونوا قاعدين بيتكلموا بتحس توموي ان المانا بتاعت ماكوتو اختفت من حواليهم، فبيتفاجئوا عليه. ولكن بعد 3 ثواني بترجع المانا بتاعته لطبيعتها، وماكوتو بقى يا رفيقي بيكون بيتدرب على، وبتروح ميو وبتحضنه عشان كانت خايفة عليه. وتوموي بتقول له كنت تتدرب وهكذا أيها الورع منذ أن أتيت إلى هذا العالم؟ فبيقول لها أيوة. فبتقول له أنت مت مرات كتيرة. فبيقول لها مت إيه بس يا بنتي، ما أنا واقف قدامك أهو، استهدي بالله. فبتسأله إزاي بيتدرب؟ فبيقول لها في الأول بمسك قوسي وبعدين بفتح رجلي وبعدين بمسك السهم وبعدين باخد نفس. فبتقول له لا وحياة أمك خلص. بيقول لها أهم نقطة إني كنت بركز بشدة. فبتقول له عشان كده تركيزك ده أدى إلى تذبذب وعيك وتلاشي جسمك، وكمان المانا بتاعتك بترتفع، ودي حاجة مش طبيعية. المفروض لكل إنسان حد معين من المانا ما يقدرش يتخطاه بس أنت لأ، المانا بتاعتك عمالة تكبر وتكبر 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 وتكبر، بعد يوم يومين شهر شهرين سنة وسنتين مليون واتنين. انت رايح فين يا عم؟ ده انت بقيت في مستوى ملوك العالم نفسه. بيقول لها نهار مش فايت، انا كنت اللي عملته كنت ان انا برمي سهم بقى. فبتكمل كلامها وبتقول له ان كل ما المانا بتاعتك بتزيد شبه المجال بيوسع معاها، ولو فضل يوسع 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 ملكة العالم ممكن تعرف بوجود شبه المجال ده. وما كنت بيسرح بخياله كده وكان سهل عليه انه يتخيل كلامها فعلا. وبتقول له لو عرفت هتدمرك وتدمر المكان ده كله، فلازم تتحكم في المانا بتاعتك. وبعدها بيروح ماكوتو لتسيجي ودماغه بتوجعه شوية بسبب اللي حصل ليلة امبارح، وان ميو فضلت تتكلم معاه طول الليل. وبينما هو لسه في وجع دماغه ده بيلاقي شنطة بتتحدف عليه وبتكون بتاعة الشخص دوت، واللي بيكون شبه ماكوتو جدا. وساعتها بس ماكوتو بيعرف السبب اللي خلى الناس فاكراه نص بشري. عندك حق والله. وبعدها بتجيله واحدة وبتقول له لو العالم كله زعل تعال الغزالة عشان هتدلعك، وقبل ما خيالك يسوحك بتيجي توموي وميو بياخدوه من قدامها وبيودوه للفندق ويقولوا له بقى يتسفل يا منحط ياللي يور مازر ما عرفتش تربي تروح لغازية تدلعك. امال احنا رحنا فين؟ ولا نكون مش مالين عينيك يا رحام؟ وبيحاولوا يغروه بأي طريقة يا رفيقي، بس ابننا متربي بيهرب منهم بالعافية في شبه المجال. وبتشوفه قيمة وهو مالته بتقول له ايه يا عم انت نايم سلبوتك ليه كده ومستور نفسك. وفي تاني يوم بقى بيروح يجيب سوار جديد لتخزين المانا، وبيكون احدث نسخة اتعملت. وبتقطعوا ميو وبيروحوا يتكلموا في الغاب، وبتعتذر له عن اللي حصل منها امبارح وبتوعده انها مش هتكرره ابدا. وماكوتو بيقبل اعتذارها ايه ده بسهولة، وبيطلب منها ما يعملوش كده تاني. فبتقول له ماشي، وبيسألها عن المعلومات اللي جمعتها عن ظهور امبروسي عشان عايز زهرة وهيروح يجيبها بنفسه. فبتقول له لا سيبنا انا اروح مش عايزين نزعجك. فبيقول لك خلاص يبقى نروح سوا. ساعتها عينيها بتلمع وبتقول له تمام. وبيروحوا على هناك فعلا، وبتكون في مجموعة من الناس بيراقبوهم وميو بتلاحظهم فبتحبسهم فيه. وبعدها بيوصلوا لمكان ظهور امبروسي، واثناء ما هم ماشيين في سعادة بيجي لهم البنتين دول وبيقولوا لهم بتعملوا ايه في غابتنا ايها اللصوص والفقراء. فبيقول لهم ما كنتوا انهم ما جوش عشان يسرقوا الزهور بتاعتهم، هم هنا بس عشان يتكلموا. وميو بقى بتكون متعصبة وعايزة تقتلهم عشان منعوا لحظة سعادتها مع ماكوتو ساعة ما كانوا ماشيين يتدنجلوا. وفي نفس الوقت ده بيوصل المغامرين اللي كانوا بيراقبوهم في الأول وبيكونوا عايزين ياخدوا الزهور كلها. فبتستخدم واحدة من البنتين تعويضة جليدية وبتهجم عليه، وماكوتو بيجري عشان يعرف يتفاداها. فبتقول له البت ديت انت ليه بتهرب بدل ما تهاجمها؟ ودي بقى نفس الغزالة بتاعت امبارح اللي كانت عايزة تدلعه ومحدش كان هيمنعها يا رفيق، افتكرتها؟ وباقي المغامرين بيتهاجموا بسهام نارية بتسقط عليهم كالأمطار بتمرجحهم حرفيا. وماكوتو بيفعل الكاي عشان يصد ضربتها، وبيبص على ميو كده وبتكون عمالة تقول قتل قتل قتل، وشكلها مش هتحلهم يا صديقي. وبقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام.